ابتسم فأنت في دمشق الياسمين. صلاة الجمعة النهاردة مش في أي مسجد أو جامع وخلاص، ده الجامع الأموي. اللي مفيش حد دخله إلا واستشعر عظمته وروحانيته. المفاجأة بقى كانت في قابلنا مين بعد الصلاة، وانتوا اللي هتقولوا ده مين بنفسكم. وأنا شريف نبيل وأخدكم معايا في جولة في دمشق القديمة، فمنساش تعمل متابعة ولايك والكومنت بتاعك الجميل وانت بتتفرج على الفيديو، ويلا بينا. بصوا بقى البلكونات هنا عاملة ازاي. يا الله، مدينة قديمة والله. بصوا حتى البيوت كلها، بصوا البيبان عاملة ازاي هنا، نفس الكلام هنا. ابتسم فأنت في دمشق الياسمين. باشا نورت الشام حبيبي نورت الشام والله. والله ايه انا الاخبار؟ بتابع فيديوهاتك حبيبي تسلم. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الله يبارك فيك. انا بتشرف انك جيت حبيبي والله العظيم شرفتنا ونورتنا. بردك ثاني سنه. انت بعد سنة من التحرير حاسس بايه؟ اول شيء انا حاسس يعني فرحه لا توصف اول شغله، وثاني شيء يعني في كثير شغلات نحن اول شيء ما كنت بس نجي على سوريا مشان العسكريه. اخواتي من اكثر من 10 سنين ما كان فيني اشوفهم. اجتمعنا كلياتنا الحمد لله. الحمد لله. رجع ابي على البيت، يعني البيت كان فاضي ورجع انت له. بدك اكثر من هيك؟ الحمد لله. الحمد لله والله الحمد لله. مبسوط بعد سنة من طبعا التحرير؟ طبعا الحمد لله، بشكر الله بحمده. الحمد لله حبيبي. شرفنا فيك. لو عايز تقول كلمة لإخواتنا العرب من كل حتة. والله بقول لهم تعالوا بلدكم تاني وبنحطكم بعيوننا. والله كلياتكم البلاد العربيه كلياتها، تسلم. من مصر للخليج لكلها بلاد الشام كلياتنا. حبيبي. كلياتنا اخوي شرفتونا. يلا جمعة مبارك عليك. الله يبارك فيك، حبيبي. شرفنا معرفتك حبيبي. يلا. أجواء خطيرة. دي كسوة الكعبة، هدية من المملكة السعودية للجامع الأموي. سبحان من لا يزول سلطانه. ماشيين في شوارع الشام نقابل مين بالصدفة؟ حبيب قلبي. يا حبيب قلبي. ايه يا احمد، عامل نورت ايه؟ الشام. احنا توعدنا بهولندا، ما تقابلناش. توعدنا بالامارات. حصل. وين كمان؟ فين؟ وفي الاخر في دمشق. ايه الاخبار، عامل ايه؟ حبيبي والله مشتاق. احنا اتقابلنا بص فين؟ عند الجامع الأموي بالشام. يعني هي بالنسبه لنا نحن حلم، يعني كانت الحلم تحقق بالنسبه لنا. لا اكيد اخواننا العرب فرحانين لنا، بس ما حدا هيحس بفرحنا الا نحن ابناء هي البلد. الحمد لله. اللي صار لنا 15 سنه تقريبا ما بنقدر نجي. خلينا بلا ما نتأسى نعمل لك الفلوج شوي هيك دراما، عرفت الحمد لله على السلامة. قلبي. مبسوط ان انا قابلتك رقم واحد. والله انا مبسوط كثير. وقبليها طبعا مبروك التحرير. الحمد لله مبروك عودة سوريا. الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله كل سنة نزورها تبقى احلى من السنة اللي قبلها. اكيد اكيد باذن الله باذن الله. حياك الله حبيبي اهلين يا شريف حبيب قلبي. يلا بينا. لسه هنكمل سوا ونشوف حاجات كتير في سوريا، فما تنسوش المتابعة والفولو عشان ما يفوتكمش اي حاجة من الفيديوهات اللي جاية.